ما الذي حملته الضربة الإيرانية على إسرائيل؟ وأين سقطت أسلحتها؟ ومتى؟ أكثر تلك التساؤلات عصفت بالمنطقة والعالم ترقبا لتنفيذ إيران تهديدها المباشر ضد إسرائيل ردا على استهداف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي. الهجوم بالطائرات المسيرة وصواريخ كروز بدأ قرابة 11 مساء بتوقيت العراق، حيث شوهد في سماء العراق والمنطقة بعد أقل من ساعتين على بدء الهجوم عدد من تلك الصواريخ. الجيش الإسرائيلي أكد اعتراض معظمها خارج الحدود الإسرائيلية بنسبة 99% من أصل أكثر من 300 هجوم. ويرجع الجيش الإسرائيلي أسباب اعتراض الجزء الأكبر من الطائرات والصواريخ للتفوق التكنولوجي الذي يمتلكه في وجه التهديد الإيراني، إلا أنه أكد رصد سقوط عدد ضئيل من الصواريخ في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل. الخارجية الإيرانية قالت في بيان إن بلادها تمارس حقها في الدفاع عن النفس من خلال الرد على إسرائيل. وبعد مرور نحو ساعتين على بدء الهجوم، أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اعتبار رد بلادها على إسرائيل قد انتهى. منصات التواصل الاجتماعي في العراق تداولت عددا من مقاطع الفيديو التي أظهرت في بعض منها تحليق تلك الطائرات والصواريخ إلى جانب سقوطها في عدد من المناطق التي قيل إنها تقع ضمن الحدود الإسرائيلية. الهجوم الإيراني رافقه إعلان جماعة الحوثي اليمنية إطلاق عدد من المسيرات صوب البحر الأحمر، إلى جانب إطلاق حزب الله اللبناني عددا من الصواريخ صوب ثكنة عسكرية في الشمال الإسرائيلي، والتي قابلته القوات الإسرائيلية بقصف مباشر استهدف مواقع الحزب الله. ومع بدء الهجوم سارعت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي إلى الإدانة الواسعة لما وصفوه بالهجوم الصارخ وغير المبرر على إسرائيل، فيما عبرت السعودية ومصر وقطر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وخشية العواقب الوخيمة في حال توسع رقعته في المنطقة.